أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي حجة الإسلام والمسلمين مقتدى الصدر دام عز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لصناع مجد الحوزات الشريفة الذين حافظوا على الفضائل الكريمة بنتاجهم العلمي وسيرهم المشرفة، فكانوا القادة العظام والسادة الكرام والمجاهدين الذين بذلوا أنفسهم لخدمة الصالح العام. فسلام على الصدرين وإشراقاتهما، وسلام على النجلين ودمائهما، وسلام على علي الكعبي وصحبته. من مدينة الصدر المنورة جئناك وافدين نحمل راية العلم بالسير نحو أمير المؤمنين عليه السلام، نشكوه لرد مظلمة من قبل الحاقدين. يا ابن من فدى العراق بنفسه وذبح عظيم، يا ابن من صلى الجمعة بكوفان رغم أنوف المارقين، يا ابن من قال لا لأمريكا ومدللتها إسرائيل، يا ابن من ربى ألوفا وملايين من المجاهدين ونطق بما لا يدركه المبتلين. جئناك من مدينة عانت ما عانت من الظلم الجائرين واضطهاد الفاسقين، وتراكمت سحب سوداء من سوء فعل المارقين. إن هذا الحضور الشريف ما هو إلا ومضة من ومضات تلك الثورة البيضاء التي حاول تلويثها طغيان الماكرين، الثورة التي ولدت في ظروف الظلم والطغيان، حيث تلقت السماء صرخات ولادتها بتراتيل القرآن لتنجب أبطال تلو أبطال ليحملوا راية السلام ونور الإسلام بطرح جديد ليرسم آفاق الزمان ويهتفوا كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار، نعم نعم للسلام، نعم نعم للسلام، نعم نعم للإسلام، نعم نعم للإسلام. والسلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا حبيبي.